السلام عليكم، ان شاء الله طيبين. كيف الحال؟ من الاخر ما يجي واحد يقول لي الدولة الفلانية يا اختي بلادي، الدولة الفلانية يا اختي بلادي. بلادك ما عندها الا اخت واحدة، بلادك ما عندها الا اخت واحدة، المملكة العربية السعودية بس. غير المملكة العربية السعودية ما في دولة وقفت مع بلادك. اول ما جت الكعة الاولى المملكة العربية السعودية سيرت اسطول، العالم كله شهد لها بيو، العالم كله اثنى على دول اسطول. وما اجلت رعاياها بس، ما قالت لا انا اجلي السعوديين بس، لا، اجلت كل الرعايا، كل رعايا الدول اجلتهم، جابتهم جده ومن جده كل واحد منهم شاف بلده وين. الدولة الوحيدة خلتنا ندخل بلده من غير رسوم، ما اشترط علينا رسوم باهظة، ما كلفتنا ماليا، ما قالت جيبوا لي موافقة أمنية بما يعادل 6 أو 5 ألف ريال سعودي عشان تخشها. فتحت لك أبواب على مصراعيها ورحبت بك، ووقف بل سعت لأن تحل النزاع في بلدك. عملت منبر جدة، جولة وجولتين وثلاثة وفاوضات شغالات في جدة، ما قصرت معك. الناس تجوا من السودان، عملت لك تأشيرة عمرة إلكترونية في ظرف ساعات، تلقى تأشيرتك الإلكترونية تصدقت 90 يوم 3 شهور. زيارات عائلية، ناس قاعدة هنا زياراتهم انتهت، قالت لهم لا ما عليكم غرامة، تجدد 3 شهور ب100 ريال بس وتعمل التأمين. 3 شهور ب126 ريال للأعمار من 50 وتحت، وما زاد بعد ذاك حسب التأمين. 100 ثابتة من عمر يوم لعمر 100 لعمر 150 سنة. إذن الحرب دي ورتني إنه بلادي ما عندها أخت غير المملكة العربية السعودية. وقفت معانا، مركز الملك سلمان للإغاثة اشتغل، إجلال كل الرعاية بتاعنا الدول كل العالم اشتغل. على صفة خاصة نحن السودانيين فتحوا لنا الدون العمر الإلكترونية، عملوا استضافة لتأشيرة العمر، عملوا تمديد للزيارات العائلية. شكرا للمملكة العربية السعودية، شكرا لك من القلب، شكرا لك من القلب. المملكة العربية السعودية من أصغر واحد في المملكة العربية السعودية لغاية الملك سلمان، شكرا لكم من القلب كلكم، ما قصرتوا معنا. حقكم علينا نقول لكم شكرا، نقول لكم جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية، والله يخدر بلدكم، والله يبعد منها السوء، وربنا يعيد الأمان والاستقرار لبلدنا. وماشي مستغرب عليكم، يعني ما مستغرب إنه والله العظيم وقفتكم معانا، ما مستغرب إليها، والله ما مستغرب إليها. وقفة المملكة العربية السعودية مع السودان مستغرب إليه، ونحن ما مستغرب إليه. لكن ما تيجي تقول لي الدولة الفلانية يا أختي بلادي، بلادك ما عند أخت إلا المملكة العربية السعودية. تاريخ يشهد ويسجل، والداير كلامي ده اتأكد، راجع نفسك. الليلة كل السودان منتظر تأشيرة العمرة تفتح عشان يجي السعودية، بس منتظرين المملكة الحكومة بتاعتها تفتح عشان نجيبها هنا، وعشان هنجوا عشان السودان كله يجي هنا، لأنه هنا أمن وأمان واستقرار. تمشي في الشارع معزز مكرم، ما لم تسيء الآداب العامة، ما لم تسيء الأدب في الشارع، ما في زول بيسألك. العسكري في الشارع يوقفك، سلام عليكم يا زول كيف حالك، هويتك، تديه الجواز بتاعك، أنا جاي عمرة، بيلقاه ساري، أتفضل يا زول. غير الغفشات والهزار معاك ويديك بعض المصطلحات بتاعتنا السودانية العامية. احترام. بلد الملك حقه مسمي نفسه خادم الحرمين الشريفين، خادم الحرمين الشريفين. فما لقينا غير المملكة العربية السعودية. ما تيجي تقول لي مطبل، ما تيجي تقول لي ما بعرف شنو، ما تيجي تقول لي ما تبقى جاحد وناكر للجميل. قول شكرا للمملكة العربية السعودية، وهي قدمت لك قدمته ده كله، والله ما راجع منك شكر ولا عرفان. قدمته لك من باب حق المسلم على أخيه المسلم، قدمته لك من حقوق الجوار، قدمته لك من الألم الدين وإسلام علمنا كده مروءة وشهامة.
وما راجيك تقول لها شكرا. لكن احنا من ادبنا ومن حقنا ومن تعليمنا السمح، زي ما هي ادتنا السمح نقول لها شكرا، نقول لها جزاكم الله خير، نقول لهم الله يديكم العافيه، ما قصرتوا وما مستغربين فيكم. ما يعني ما ماشي نخلينا احنا نستغرب وننبهر، متعودين احنا على كرمهم وعلى اخلاقهم وعلى حسن تربيته وعلى حسن معاملته لنا. شكرا مملكة السعودية، أرض الحرمين الشريفين. كفاية إنه فيها قطعة من الجنة، كفاية إنه المملكة العربية السعودية فيها قطعة من الجنة، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. كفاية إنه المملكة العربية السعودية فيها روضة من رياض الجنة، فيها جبل من جبال الجنة، جبل أحد، جبل من جبال الجنة. شوف الشرف ده كيف. شكرا حكومة المملكة العربية السعودية، شكرا السعوديين حكومة وشعبا، شكرا السعوديين حكومة وشعبا. الله يحتيكم الصحة والعافية. ما في كلام أقول والله، لو قعدت أتكلم من اليوم لغاية تقوم الساعة ما حوفيكم حقكم. جزاكم الله.